احمرت الأقطار الصغيرة بالكامل. شايفين الأقطار الصغيرة 10 مللي و8 مللي احمرت بالكامل بشكل غير عادي خلال 48 ساعة. تمام. أيضا مناطق الثانية للأقطار الكبيرة، شوفوا منطقة الثانية للأقطار الكبيرة كيف صارت احمرت. هنا نفس الفكرة منطقة الثانية الأقطار الكبيرة. أيضا منطقة القص، شايفين منطقة القص هنا منطقة قص الأسياخ، لاحظوا كيف صار الاحمرار. تمام. هذا كله خلال 48 ساعة من هطول الأمطار. شوفوا الجسر هذا نفس الفكرة، شايفين الأقطار الكبيرة ما في مشكلة ما تغير لونها، لكن الأقطار الصغيرة ايش أصابها الاحمرار. فلذلك الاحمرار ما في منه أي مشكلة. يعني الاحمرار الناتج عن يعني خلال الأيام الأولى المطر، أو خلال الفترة الأولى المطر، أو خلال الأسابيع الأولى المطر، خليها أسابيع، يعني الأسابيع الأولى المطر إن شاء الله ما في حوله. تمام. لأنه احمرار لم يتحول إلى صدى ويتم استكمال العمل. تمام. شوفوا هنا الآن تستكمل الأعمال على أساس تمهيدا يعني ناوي نصب بإذن الله تعالى. اليوم تقريبا هو اليوم العاشر من صب السقف الأسفل، إن شاء الله اليوم سيصب السقف هذا، لأنه كل 10 أيام تقريبا لدينا السقف نقوم بصبه. شايفين الاحمرار؟ واصل العمل واصل. في فرق بين الاحمرار وفي فرق بين الصدى. الصدى لا وضعه ثاني. شوف لو تأملته ما في، يعني هذا لو مسحت عليه لو سويت أي شيء ما في. تمام ما في. شايفين ما تكونت طبقة، مجرد ما تفرقه بأصابعك يعني ما في صدى. شايفين تفرقه بأصابعك يروح الصدى، مجرد احمرار. هذا تتسقف طبعا فلات سلاب. احمرت الأقطار الصغيرة بالكامل. شايفين الأقطار الصغيرة 10 مللي و8 مللي احمرت بالكامل بشكل غير عادي خلال 48 ساعة. تمام. أيضا مناطق الثانية للأقطار الكبيرة، شوفوا منطقة الثانية للأقطار الكبيرة كيف صارت احمرت. هنا نفس الفكرة منطقة الثانية الأقطار الكبيرة. أيضا منطقة القص، شايفين منطقة القص هنا منطقة قص الأسياخ، لاحظوا كيف صار الاحمرار. تمام. هذا كله خلال 48 ساعة من هطول الأمطار. شوفوا الجسر هذا نفس الفكرة، شايفين الأقطار الكبيرة ما في مشكلة ما تغير لونها، لكن الأقطار الصغيرة ايش أصابها الاحمرار. فلذلك الاحمرار ما في منه أي مشكلة. يعني